قال وزير السكن والعمران طارق بالعريبي خلال زيارته لموقع 13 بالعاصمة أن العمارات ستكون ب15 و20 طابقا وبمصاعد جزائرية وب6 شقق في كل طابق. وبما أن التسجيلات ستفتح قريبا، إليكم بعض النصائح. يجب أن يكون لديك البطاقة البيومترية ورقم الضمان الاجتماعي الموجود في بطاقة الشفاء. التسجيل يجب أن يكون مرة واحدة فقط لتفادي الإلغاء، ويكون عن طريق الكمبيوتر وليس عن طريق الهاتف. على الزوجين يجب أن يسجلوا في سكن واحد فقط، وإلا سيتم إلغاء الثنائي مباشرة. يرجى ملء المعلومات بدقة أثناء التسجيل وبعناية وتفادي الأخطاء. أخيرا، يجب عليكم تحضير مبلغ الشطر الأول لأنه سيكون مرتفع مقارنة بعدد الاثنين.